السلام عليكم طلابنا الأعزاء طلبة الصف السادس العلمي، مستمرين معاكم محاضرات سلسلة الدورة الإلكترونية. واليوم عندنا موضوع قياس انثالبي التفاعل. احنا نقيس انثالبي التفاعل من خلال جهاز يسمى بالمسعر الحراري. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة انه موضوع المسعر من المواضيع الثابتة وزاريا واللي تتكرر دائما بالامتحان الوزاري، وبالنسبة للفصل الأول بمواضيع ثابتة اللي هي المسعر زائدا قانون هيس زائدا علاقة كبس. يجينا سؤال من هذول الثلاث مواضيع سنويا. زين استاذ، احنا نريد نعرف شنو معنات المسعر، شنو تعريف المسعر، بعدين راح ناخذ صفة المسعر، بعدين راح نرسم المسعر. زين، شنو هو تعريف المسعر؟ يعني يجينا تعريف يقول عرف جهاز المسعر، نقول عبارة عن جهاز معزول عزلا حراريا. إذن المسعر عبارة عن جهاز معزول عزلا حراريا يستخدم لقياس حرارة التفاعل. عبارة عن جهاز معزول عزلا حراريا يستخدم لقياس حرارة التفاعل، يعني بين قوسين انثالبي التفاعل. شنو هي حرارة التفاعل أستاذ؟ حرارة التفاعل هي انثالبية التفاعل، يعني الكيو شو يساوي؟ الكيو حرارة التفاعل يساوي دلتا إج عندما يكون الضغط ثابت بثبوت الضغط، وطبعا بالنسبة للمسعر الضغط يكون بثابت. الممتصة أو المنبعثة في التفاعل الكيميائي عند ثبوت الضغط. زين استاذ، احنا عرفنا التعريف، أريد بعد توضح لنا أكثر. التعريف هذا نحفظه، عبارة عن جهاز معزول عزلا حراريا يستخدم لقياس حرارة التفاعل. عرفنا أنه هذا الجهاز معزول. شنو هو المعزول؟ احنا قلنا عندنا الأنظمة ثلاثة، عندنا ثلاث أنواع من الأنظمة. أول شيء النظام المعزول، ثانيا النظام المغلق، بعدين يجي النظام المفتوح. النظام المعزول اللي هو أو نرجع بالعكس، يلا نقول النظام المفتوح ثم المغلق ثم المعزول. شنو هو النظام المفتوح؟ النظام المفتوح يعني إناء مفتوح، يعني قدر ماء مفتوح، نجيب لنا قدر ماء ونخليه على الطباخ مثلا ونخلي بيه مي. بهاي الحالة راح نشوف انه من يبدأ يغلي الحرارة تنتقل، وكذلك المادة ايضا تتسرب على الخارج. بعد ساعة نجي ما راح نلاقي مي، كله تبخر. فهذا مفتوح ينقل لي المادة والحرارة، الطاقة الحرارية إلى المحيط. النوع الثاني المغلق. شنو هو النظام المغلق أستاذ؟ إناء معدني مغلق. إناء معدني إيش؟ مغلق، يعني نجيب لنا قدر ماء ونغطيه، نخليه على النار، نجي عليه بعد ساعة راح نلاقي نفس المي بعده مكبوس كبس، البخار بداخله، لكن من نلمسه حرارة قوية. إذا نقل الطاقة الحرارية لكن حافظ على المادة. النوع الثالث من الأنظمة هو النظام المعزول. استاذ شنو هذا النظام المعزول؟ مثل الثرموس. هذا النظام المعزول بداخله ايش موجود مادة تحافظ على الحرارة وتحافظ على المادة، فمن تلمسه من الخارج بارد ماكو حرارة، لكن من تجي تصب مثلا مي راح تشوف انه هذا حار. يستخدمونه كمثال يعني الحليب للأطفال وهكذا. زين، يعني حتى وصلكم الفكرة وقرب لكم انه شنو هذا الثرموس. زين استاذ، اذا عرفنا شنو هو جهاز معزول. اذا المسعر يعتبر نفس الثرموس عزلا حراريا. نلمس المسعر من الخارج راح تشتعل ايدنا؟ لا ما تشتعل. ليش استاذ ما تشتعل؟ لانه معزول، اكو حرارة بالداخل لكن بالخارج ماكو حرارة. شنو فائدته؟ يستخدم لقياس حرارة التفاعل الممتصة او المنبعثة في التفاعل الكيميائي عند ثبوت الضغط. يجينا سؤال بالامتحان الوزاري، وهذا من أسئلة الفصل، سؤال 1/8. هذا سؤال 1/8. صفة المسعر الحراري، يعني يشرح المسعر.
الذي تتم بواسطته قياس الحرارة الممتصة أو المنبعثة عند ثبوت الضغط. يعني مو تكتب التعريف، هذا هو التعريف كاتب لنا إياه. زين شلون أنا أوصفه؟ أجي أشرح وبعدين أرسم. زين شلون راح نشرح ونقول يتكون المسعر. قبل لا أكتب الشرح خليني أرسم لكم إياه حتى شنو من أرسمه أنتم راح من خلال الرسم راح يتوضح لنا. شوفوا أو يلا خلينا نكتب الترتيب. راح نقول يتكون المسعر، إذا ما فهمتوا راح بالرسم هو يتوضح. من وعاء معزول. يتكون المسعر من وعاء أو من وعاء التفاعل. نقول من وعاء التفاعل. نعم هو معزول من وعاء التفاعل. يتكون المسعر من وعاء التفاعل مغمور فيه كمية معينة من الماء. إذن يتكون المسعر من وعاء التفاعل مغمور فيه كمية معينة من الماء. هذا معزول. موجودة في وعاء معزول عزلا جيدا. موجودة مثل ما قلنا في وعاء معزول عزلا جيدا. بما أن الحرارة المتحررة من التفاعل ترفع درجة حرارة الماء والمسعر، لذا يمكن قياس كميتها من الزيادة. يمكن قياس كميتها. واللي يريد يسرع الفيديو شوية لأن أكثر طلاب قالوا أستاذ حتى نريد التعارف تكتب لنا كتابة أثناء الشرح. في درجة الحرارة يعني يريدون يكتبون معايا. إذا كانت السعة الحرارية للمسعر ومحتوياته معروف. استاذ كل شيء ما افتهمت عليك، هسه راح تفتهم لا تستعجل. نجي ناخذ الرسم، انت من الرسم راح تفتهم اكثر. شوفوا طلاب ايش قلنا، نجي على نحلل الوصف. يتكون المسعر من وعاء التفاعل مغمور فيه كمية الماء. هذا وعاء التفاعل طلاب، هذا وعاء التفاعل راح يكون عندنا هذا وعاء التفاعل. هذا وعاء التفاعل مغمور فيه كمية معينة من الماء. اكو كمية معينة وعاء التفاعل هذه مغمور فيه كمية معينة من الماء. هذا وعاء التفاعل. شبيه هذا وعاء معزول. هذا شبيه هذا طلاب، هذا الوعاء وعاء خارجي معزول يعني نظام معزول. هذا وعاء خارجي، اكتب وعاء خارجي معزول يعني نظام معزول. هذا زين. مغمور فيه كمية معينة من الماء. هذا مغمور فيه كمية معينة من الماء موجودة في وعاء معزول. هذا هو نفسه يقصد عزلا جيدا. بما أن الحرارة المتحررة من التفاعل، نتوقف شوية. ايش موجود طلاب؟ عندي وعاء الآخر داخل هذا الوعاء المعزول. شبيه هذا الوعاء أستاذ؟ هذا الوعاء مغلق، نظام مغلق. هذا الوعاء نظام مغلق. هذا الوعاء الأول قلنا شنو؟ شبيه الوعاء الأول؟ هذا وعاء معزول. هذا معزول. الخارجي معزول يعني من نلمس المسعر ما راح نحس بالحرارة. الموجود داخله شبيه طلاب؟ الموجود داخله لا مغلق مو معزول. هذا داخله يعني احنا قلنا الخارجي معزول يعني هذا خارج فيه طلاب معزول. وهذا وعاء مغلق. أي هو المغلق أستاذ؟ هذا الداخل نظام مغلق. وعاء مغلق يعني شنو؟ يعني نظام مغلق. هذا زين. موجود بداخل دول اثنين. اكو وعاء الثالث اللي هو مفتوح يعني 3 أنظمة. صار عندي شنو؟ 3 أنظمة. عندي 3 أنظمة. الخارج معزول ثم مغلق
ثم مفتوح. مفتوح. ايش موجود هذا بالمادة؟ هذا ايش موجود به؟ هذا موجود بالمواد المتفاعلة. وين موجودة أستاذ؟ موجودة بداخل هذا الإناء اللي هو شنو؟ مفتوح. زين. فإحنا ايش نحتاج؟ نحتاج إلى شرارة حتى نبدأ نسخن هذا المسعر. نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى شرارة. فإذا شلون راح يعني شلون راح نعلق هذا؟ شلون نسخنه؟ نحتاج إلى شيء يسخنه ونستعين بشرارة. موجود سلك بهذا الشكل. هذا السلك يتكون من قطبين سالب وموجب. قطبين سالب وموجب. زين. هاي الأقطاب شنو فائدتها؟ هذه أسلاك لتوليد، هذه أسلاك لتوليد شرارة الاشتعال بهذا الشكل. زين. احنا بهاي الحالة اغلبنا نعرف انه هسه اذا تجيب لك مثلا تجيب لك اناء مغلق تخلي نار بداخله تغلقه قوري مثلا، من تسده راح تطفى النار. ليش تطفي؟ لانه راح ماكو اكسجين. اذا احنا نحتاج اكسجين. شلون نوفر اكسجين؟ اكو فتحة موجودة بهذا الشكل، فتحة يدخل الى داخلها شنو؟ يدخل الاكسجين الى داخلها. فتحة يدخل الاكسجين الى داخلها. زين. زين. بهاي الحالة احنا شلون راح نقيس الحرارة؟ شلون نقدر نقيس الحرارة؟ نحتاج الى محرار. المحرار موجود بهذا الشكل. المحرار موجود بهذا الشكل. المحرار يعني هذا المحرار نازل بهذا الشكل. طبعا رسمي أنا ضعيف كلش بالرسم، رسمي مرتب أعرف، لا تعيبون على الرسم. هذا المحرار شنو فائدة هذا المحرار؟ يقيس لنا الحرارة. محرار لقياس التغير. هذا المحرار لقياس التغير في درجة الحرارة. زين. بهذا الحالة احنا من راح تبدأ عملية التفاعل بداخل هذا الإناء اللي هو مفتوح. هذا الحرارة راح تنتقل على جميع أجزاء هذا الإناء المغلق. طبعا قلنا صفة الإناء المغلق شنو هو؟ ينقل الحرارة على الخارج. الحرارة وين راح تنتقل؟ راح تنتقل على الماء. فإذا حرارة الماء هي نفس حرارة منه؟ حرارة هذا الإناء. زين أستاذ، بهاي الحالة المي يعني راح يكون مثلا الحرارة بهذا المكان تختلف عن هذا لأن المي راكد. إذا احنا نحتاج إلى شيء يحرك الماء. موجود مثل المحرك، محرك لتحريك الماء، محرك لتوزيع الحرارة، محرك لتوزيع الحرارة. هذا المحرك شنو الفائدة منه طلاب؟ يوزع لنا الحرارة، وبالتالي المي راح يظل يدور فحرارته راح تبقى واحدة. يعني مثل ما أنت تجيب لك إناء وتظل تحركه بيدك، شنو اللي راح يصير؟ الحرارة بكل أجزاء راح تكون واحدة. زين. بهاي الحالة أستاذ أنت قلت إنه الحرارة، حرارة الماء، هذا الماء راح يمتص الحرارة، زين. الكيو مالته راح تكون موجبة. الكيو مالت الماء لو من هو الماء احنا كنا نعرف انه كيو مالت الماء تكون موجبة لأن الماء باعتبار ماس يمتص الحرارة. زين. وبنفس الوقت انت جاي تقول انه هذا الاحتراق باعث الحرارة. استاذ هذا الاحتراق باعث واحنا حرارة الماء موجبة. شوفوا طلاب، حرارة الماء هي عكس حرارة منو؟ عكس حرارة المادة. حرارة الماء الكيو مالت الماء موجبة لأنه ليش؟ لأن الماء ماس الحرارة، وهي نفس حرارة المادة لكن شنو عكس الإشارة. فالكيو للمادة تساوي شنو؟ سالب. تساوي شنو؟ تساوي سالب. فإذا بهاي الحالة راح يصير عندي الكيو مالت الماء هي نفس الكيو مالت الماء هذه تساوي حرارة المادة عكس الإشارة. ليش؟ لأنه عملية الاحتراق اللي يصير باعث الحرارة، فيبعث الحرارة راح يمتصها الماء وبالتالي راح تكون موجبة. ولذلك بالمسعر احنا ايش راح نسوي؟ راح نحسب الكيو للماء، نرجع نقول الكيو تساوي سالب نفسها، نرجع نعكسها نقول سالب الحرارة. زين. اعتقد انه هذا يعني صار واضح عندكم هسه بالنسبة لشرح المسعر. يبقى عندنا الأسئلة مالت المسعر. فعندنا قبل لا ناخذ
الأسئلة مالت المسعر راح ناخذ خطوات الحل، شلون نحل المسعر، أعرفكم تكيفون على الخطوات، كل شيء تريدون خطوة خطوة. إذا فهمت توكل معانا، كمل معانا. أستاذ ما فهمت رجع الفيديو خطوة خطوة حتى تفهم. زين، رجعنا لكم. طلع أستاذ شنو هي خطوات حل مسائل المسعر؟ احنا نحب تشرح لنا خطوة خطوة خطوات الحل. تعالوا معي نكتبها معنا، يعني سوى نكتبها. خطوات الحل. أول خطوة احنا نحسب الدلتا تي، التغير في درجة الحرارة. أستاذ شلون نحسب دلتا تي؟ نعرف نحسبها من خلال، راح نقول الدلتا تي تساوي تي اف ناقص تي اي نهاية ناقصة ابتدائية. هذا الموضوع، موضوع المسعر، هو إعادة لموضوع الحرارة اللي أخذناه قبل درسين. بعد ما حسبنا الدلتا تي نرجع الخطوة الثانية. ايش كنا نحسب طلاب؟ تذكرون كنا نحسب؟ راح تقول استاذ كنا نحسب الكيو. نفس الحالة أيضا نحسب كيو المنو للماء، راح نحسب الكيو مالت منو؟ مالت الماء. طبعا كيو مالت الماء نحسبها نقدر بطريقتين. إذا كانت السعة الحرارية سين السعة معلومة، يعني إذا انطاني السعة الحرارية، إذا هذه راح استخدم هذا القانون. إذا كانت السعة معلومة، إذا كانت السعة الحرارية معلومة راح نستخدم هذا القانون. إذا كانت السعة الحرارية معلومة راح نستخدم هذا القانون. أما إذا كانت السعة الحرارية مهملة، يعني ما انطانا السعة الحرارية، ايش راح ينطيني بدال عنها؟ راح بدل ما يعطيني السعة ايش راح ينطيني؟ زيتا وام، فاستخدم هذا القانون. بهاي الحالة نقول إذا كانت السعة مهملة راح ينطيني هذا القانون الثاني، راح ينطيني معلومات منه، ينطيني الزيتا والام، نستخدم القانون الثاني. أستاذ شنو هي الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة طلاب، احنا إلى هذا الحد نتوقف بالمحاضرات راحت، لا بهاي الحالة راح نكمل. نحسب عدد مولات المادة، نحسب عدد مولات المادة الداخلة. أريد نعرف إيش قد عدد مولات المادة الداخلة في المسعر. أستاذ شلون راح نحسب عدد المولات؟ عدد المولات راح نقول الآن راح ينطيني كمية المادة، ينطيني كتلتها بالغرام وينطيني كتلتها المولية. شلون راح نعرف عدد مولات المادة الداخلة في المسعر؟ ينطينا الكتلة وينطينا الكتلة المولية، استخدم هذا القانون. رابعا نحسب بعد ما حسبتها، إذا نحسب كيو للماء، بعدين تحسب عدد مولات المادة، بعدين نرجع نحسب كيو الاحتراق مالت المادة، بس لشقد؟ لمول واحد. نحسب الكيو الاحتراق لمول واحد. بهذه الحالة طلاب راح نقول كيو الاحتراق شو يساوي؟ واللي تساوي الكيو الاحتراق، ايش راح تساوي لنا استاذ كيو الاحتراق؟ راح تساوي كيو الماء. كيو مالت الاحتراق ايش تساوي استاذ؟ تساوي كيو الاحتراق على ان مول. يعني ايش راح نقسم بهاي الحالة؟ راح نقسم الثانية على الثالثة، نقسم 2 على 3. يعني رقم 4 نحسب كيو الاحتراق. شلون تحسب كيو الاحتراق؟ تقسم كيو الماء على كيو على ان المادة، كيو الماء على ان شنو؟ ان المادة. زين، هذا احنا راح نستخرجه لمول واحد. اما اذا طلب خامسا ممكن يطلب اما اذا طلب حساب كيو لأكثر أو أقل من مول واحد، مرات يعني أكثر أو أقل من مول واحد. بهذه الحالة ايش راح نسوي احنا؟ نضرب في عدد المولات المعطاة. بعد ما نستخرجها، احنا استخرجناها لمول واحد، بعد ما تستخرج لمول واحد ترجع شو تقول؟ تضربها في مثلا إذا 2 أنت استخرجتها لمول واحد، مثلا 10. إذا أريدها ل2 مول تضرب في 2 تطلع 20. إذا لنصف مول
العشرة في نصف تطلع 5 مول، وهكذا. أعيد: الخطوة الأولى نحسب دلتا تي، الثانية نحسب كيو للماء، إما من السعة الحرارية إذا كانت معلومة، أو إذا كانت مجهولة ينطيني بدل عن السعة زيتا وإم بهاي الطريقة. ثالثا نحسب عدد مولات المادة الداخلة في المسحر. شلون نحسب عدد مولات المادة؟ المادة اللي ذكرناها قبل شوية وين تكون؟ بداخل المسحر. شلون نحسب عدد مولاتها؟ راح ينطيني كتلتها وكتلتها المولية، هو بس سؤال ينطيني إياها، أين يساوي الكتلة على الكتلة المولية. الخطوة اللي بعدها نحسب كيو الاحتراق لمول واحد. أني حسبت الكيو للماء، الكل الماء حسبتها. زين أنا ما أريد الكل الماء، أريدها لمول واحد. شلون أحسبها لمول واحد؟ أقسم الكيو على عدد المولات. الكيو على عدد المولات. أستاذ تقدر توضح لنا أكثر؟ هسه أوضح لك أكثر. أنت عندك عمال يشتغلون عندك بالبيت، واضح المثال؟ عندك مثلا 10 عمال يشتغلون عندك بالبيت، اسطى مسؤول عليهم وعنده 10 عمال. فأنت اشتغلوا وكملوا شغل، انطيتهم مثلا 100,000. قال لك أنا مو شاطر بالرياضات، ما أعرف أقسم بالرياضات. أنت انطيتني 100,000 هذه مال كل العمال. مال شنو؟ مال عدد المولات، يعني مال كل العمال. أنا أريد أعرف إيش قد أنطي كل عامل. تقول له أي ما يخالف. قسم الفلوس اللي انطيتك إياها، الكمية، الفلوس هي الكمية نعتبرها كيو، قسمها على عدد العمال. يعني تقسم 100,000 على 10، ايش قد يطلع؟ يطلع نصيب كل واحد 10,000. فأنت من تقسمها يطلع 10,000، قسمتها، إذا نصيب كل واحد 10. راح يقول لك زين أنا إذا 2 قل له 10 اضربه في 2 يطلع 20. يقول لك إذا 3 قل له 10 اضربه في 3. واضح طلاب؟ أما إذا طلب حساب كيو لأكثر أو أقل مول، بعد ما نحسبه لواحد مول براحتنا. أنا حسبتها طلعتها الواحد، نصيب الواحد 10,000. زين العاملين إيش قد نعطيهم 20، وهكذا. إذا طلب حساب كيو لأكثر أو أقل مول واحد، نضرب في عدد المولات، نضرب في عدد المولات المعطاة، نضرب في عدد المولات المعطاة عن طريق النسبة والتناسب، عن طريق النسبة والتناسب بين هاي راح نوضح إن شاء الله. النسبة والتناسب بين كيو، يعني من تحسبها إيش راح نسوي إحنا؟ راح نضرب مثل في 10 في 2 مثلا، وهكذا. إذن تفاعلات المسعر مثل ما قلنا باعث الحرارة. التفاعل اللي يجري بداخل المسعر هو تفاعل باعث الحرارة. ليش؟ لأنه تفاعل احتراق. ما نقدر نكمل بعد، لأن هاي المحاضرة راح تضاف على المحاضرة قبلها حتى نكون بهذا الدرس. يعني بدرس اللي احنا نظام المحاضرات ننطي درسين باليوم، فالدرس اللي راح قبله وهذا الدرس راح يكون هو بيوم واحد إن شاء الله. صارت الصورة واضحة عندكم، تأخذون هذه المواضيع اللي ذكرناها، درس ذاك وهذا الدرس، القوانين تحفظون، الأساسيات تحفظون، تعريف المسعر، صفة المسعر، تحفظون الرسم. الدرس الجاي إن شاء الله راح يكون عندكم المسائل مالت المسعر، أيضا تحضرون المسائل مالت المسعر. وما تنسون اشتراك بالقناة والضغط على زر التنبيهات. ونتمنى تكونون إن شاء الله استفاديتوا. يعني أرجو المعذرة، أنا بالحفظ ضعيف، ولذلك بالكلاميات تشوفون أنه يعني شرحي يمكن بطيء شوية. بالرياضات الحمد لله أنا رقم 1 إن شاء الله، أشرح من الصفر، جمع، طرح، قسمة، ضرب، كلها يعني أشرحها. لكن بالأساسيات يعني ما أحفظ، شوية صعب يعني حفظي، خلينا نقول بطيء، ولذلك أعاني من شغلة الشرح يعني. فأرجو المعذرة إذا ما وصلت لكم الفكرة. وإذا وصلت الفكرة، إذا ما وصلت الفكرة تقدرون الكلاميات مثلا تشوفون، يعني بس الكلامات فقط تأخذونه إذا أكو غير أستاذ مثل تفتهمون عليه. وأما شغلة الرياضيات فهذه لا، هذه إن شاء الله ننزل معاكم إلى أدنى مستوى ونفصلها لكم بالتفصيل. ما تنسون الاشتراك بالقناة، الضغط على زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ رائد أحمد.